سؤال في كمية الأهمية، يعني السؤال ده مهم جدا جدا جدا. ازيكم عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبصحة تمام. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. لا إعاقة لكل صاحب إرادة. هل بقى احنا كمكفوفين واحنا صغننين كده، الأطفال الصغننة، أنا بكلم بقى الماميز اللي لسه بتجيب طفل كده صغنن ومش عارفة تتعامل معاه، هل بقى هم بيبقوا عارفين ان هم طالعين مكفوفين أو عندهم إعاقة؟ هسأل دلوقتي السؤال بيتسألني، انا هقول لكم بقى دلوقتي ايه اللي بيحصل وايه بنعمل ايه. همشي معاكم خطوه بخطوه. اوكي. الطفل الصغير لما بيتولد طبعا بيبقى عنده سنه ونص او سنتين، بيبدأ طبعا في مرحله اللي هو يمشي. فاحنا بيبقى هو عنده صدمه كده، اللي هو طبعا بيمشي زي اي طفل عادي، بيتخبط، بيقع طبعا، بيكسر حاجات. فهو بيفهم ان ده حاجه عاديه، يعني بيفهم ان ده طبيعي، ده الناس كلها عندها زيه، يعني الناس كلها مثلا بتخبط، الناس كلها بتقع، حاجات زي كده. لكن احنا بقى هنا دورنا بقى نعمل ايه؟ ان احنا ما ندهولوش على طول مره واحده في وشه، لا خالص. احنا واحده واحده نبدا بقى نديله كده تمويه وحاجات، بنروح بقى نحكي له بقى طبعا عن طه حسين، نحكي له عن عمار الشريعي، نحكي له حاجات عن حاجات زي كده، ناس عندها اعاقه بصريه يعني، وحققوا طبعا انجازات في حياتهم يعني سابوا بصمه كبيره ليهم. احنا بقى نديله حاجه زي كده، ونبدا بقى ايه، نفهمه واحده واحده بقى، اللي هو ايه، هو هيبدا واحده واحده يستوعب. طيب حابه بس اقول نصيحه كده لاخواتي حبايبي المكفوفين زيي. مش معنى ان انا اتخبطت او اتكعبلت او وانا في المطبخ بعمل حاجه فاتلسعت فاجي ازعل واقول واعيط واقول لا، ما انا لو انا مش كفيله ما كنتش وقعت، لو انا مش ما كنتش كفيله ما كنتش اتلسعت. ما فيش حاجه اسمها كده. احنا زينا زي الناس العاديه. على فكره الناس العاديه برضو بيقعوا وبيتخبطوا وبيتكعبلوا وكمان طبعا بيتلسعوا. اه والله لسه ملسوم. ده حقيقي. وكمان بيتعوروا بالسكاكين. فلا احنا زينا زيهم. بحبكم جدا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.